السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد تاني بعد غياب شوية. بأخبار جديدة عن الصف الثالث الثانوي وعن التعليم المصري وآخر حاجات بتحصل في التعليم المصري. قالت دانيال الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إن الفترة الحالية تشهد حالة ترقب وقلق في كل البيوت المصرية، خاصة التي تضم طلابا في المرحلة الثانوية. كمان من المقرر ان الوزارة طبعا زي ما احنا عارفين هتعلن التفاصيل بتاعة العام الدراسي ان شاء الله، والامتحانات والكلام ده يوم 14 فبراير الجاري، وهيقول قرارات مهمة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الاول، امتحانات الترم الاول يعني، والاولى ثانوي وتانية ثانوي وكل الصفوف الدراسية، وهنكشف لكم منها بعض الحاجات في الفيديو ده ان شاء الله. كمان استعدادا لعودة المدرسة طبعا، أكدت الحزاوي في بيان لها يوم الأحد إن أولياء الأمور لديهم عدة مطالب من وزارة التربية والتعليم مطالبة بوضعها في عين الاعتبار. إيه هم بقى؟ واحد، توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، في ظل وجود تابلت مع الطلاب يسهل ذلك، فيمكن تحميل نماذج استرشادية تنير لهم الطريق. وده طبعا احنا قلنا قبل كده، وقلنا ان الوزاره بتعمل على ده، وانها تعمل نماذج استرشاديه لثالثه ثانوي وامتحانات تدريبيه كمان وامتحانات تجريبيه. لكن اللخبطه اللي حاصله دي هي اللي مأخره الوزاره في ده. اتنين، حذف المواد التي لا تضاف الى المجموع من جدول الثانويه كما حدث العام الماضي، والاكتفاء بحل بوكليتات الاسئله من المنزل كواجب منزلي، فهذه المواد لا يوجد لها شرح في القنوات التعليميه، وده شيء مخجل جدا وغريب جدا. كما أن الطلاب الثانوية في ظل الكورونا والتعليم الذاتي يجب أن نخفف عنهم، ده مطلب مهم جدا. تالت حاجة بيطالبوا بيها هي حذف جزء من المنهج في ظل اعتماد الطالب على نفسه إلى حد كبير في الدراسة، ومع توقف مجموعات التقوية وإغلاق السناتر. كما أن التعليم عن بعد لا يناسب أو لا يتناسب مع بعض الطلاب لأنه ليس تفاعلي، وده طبعا لاحظناه وكل الطلبة بتعاني من ده. ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في أسئلة الثانوية العامة. كمان الأسئلة التي تخاطب المستويات العليا للمعرفة لم يعتد الطالب عليها. طبعا الأسئلة اللي الدكتور طارق شوقي بيقول إنها تعتمد على الذكاء والمعرفة والبحث والكلام ده كله، الطالب ما تعودش عليها، نظرا لأن سياسة الامتحانات السابقة كانت تعتمد على الحفظ والتلقين. كما أن حتى الآن هناك معلمين لا يشرحون المنهج بالنظام الجديد، زي ما احنا عارفين المعلمين ولحد دلوقتي كلهم يعتبر بيشرحوا بنفس النظام القديم، ومفيش حد تبنى النظام الجديد والكلام ده كله. خمسة، البعد عن الأسئلة الغريبة، وده كان مطلب مهم جدا ومازال مطلب مهم جدا، اللي بيختلف على حلها المعلمين نفسهم بسبب التقارب الكبير جدا في الإجابات، وأسئلة ومدرس يقولك عندي 350 سؤال و400 سؤال و1000 سؤال وحاجات غريبة احنا بنسمعها، وكأن العلم هو منافسة في وضع الأسئلة، وده شيء غلط. العلم هو أو التعلم هو عبارة عن مهارة بتضاف ليك أو معلومة بتفيدك في التعامل في الحياة وما إلى ذلك. ده كان كل حاجة بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي وتانية ثانوي. هنلاقي كده خبر تحت مكتوب التابلت في المدرسة مصدر بالتعليم يكشف عن موعد امتحان الأولى ثانوي وتانية ثانوي، اللي هو يبقى بعد 20 فبراير إن شاء الله. و الاحتمال الأكبر إنها تكون في المدرسة عادي على التابلت، والله أعلم، لسه هنشوف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارة هتعمل إيه. ده كان كل حاجة في الفيديو. لو أنت عايز تسأل أي سؤال أو أي خبر سيبه هنا في الكومنتس إن شاء الله وهنرد عليك. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك عشان تتابع كل جديد، ونشوفكم في فيديوز جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.